السلام عليكم. ده الجزء الثاني من حكايه شيونج الزومبي، فلو انت ما شفتش الجزء الاول يا معلم انصحك تروح تشوفه علشان تفهم الاحداث. رابط الجزء الاول هتلاقيه في الوصف في التعليق المثبت او في علامه الغير اللي هتظهر لك فوق على الشمال. بعتذر عن التاخير في تنزيل الجزء الثاني، بس الترجمه كانت بتاخد شويه وقت. عامه ده اسم القصه في حاله لو انت حبيت تروح تتفرج عليها بنفسك. وبس اسيبكم مع فلاش باك صغير لاحداث الحلقه اللي فاتت، مشاهده ممتعه. في نهاية الحلقة اللي فاتت نجح شيونج ومون ان هم يهربوا من المكان اللي كانوا فيه ده بعد ما اتحولت للعصابة وكل الموجودين لزومبي، وفي اثناء ما كانوا بيحاولوا يهربوا كده وجدوا الدكتور بيحاول يهرب هو كمان، بس للاسف الغبي ده اتحشر في الجدار وهو بيحاول يهرب. فقرر شيونج ومو انهم يساعدوه بشرط انه يدوهم مفتاح العربية، لكنه للاسف ما طلعش معاه عربية وانما معاه التروسيكل. اما بالنسبة لعربية مو واتباعه فكان الاغبياء دول ولعوا فيها بالغلط، وانتهى الحال بان شيونج قرر يشدهم بالباص. ما كانوش مقتنعين بكلام شيونج، بس ما كانش قدامهم خيار تاني علشان كده بيركبوا الباص. وفي حين ما هم كانوا قاعدين كده بيبصوا الدكتور لاتباع مو وبيسالهم هم جابوا شيونج منين، لانه كان مبهور جدا من شيونج. بالنسبه لشيونج كان عمال بيفكر في اخته شياو شينج وحبيبته تشينج لي، لحد ما مو بينده عليه وبيسال شيونج لو كان متاكد انه يقدر يشد الباص. شيونج بيطمنه بيقول له ما يقلقش بخصوص الموضوع ده ويركز انه يساعده علشان يلاقي اخته وحبيبته. بعد كده شيونج بيسال مو هم رايحين فين، بيعرفوا مو انهم هيروحوا ضواحي القرى البعيده عن المدينه، لان المفروض عدد الزومبي يكون اقل هناك. بينتقل بينا المشهد بعد كده في احد ضواحي القرى البعيده. كان في شخص اسمه جنجران عمال بيجري ومش قادر ياخد نفسه، وده بسبب انه كان عمال بيحاول يهرب من الزومبي اللي كانت بتجري وراه. واللي طلع بعد كده ان في مجموعه كبيره من الزومبي بتجري وراه. هو في حين ما كان عمال بيجري بتخبط رجله في احد الصخور بالغلط، فبيقع المعلم ده على الارض قدام الزومبي وخلاص بتكون الزومبي دي هتخلص عليه. لكن جنجران بيبتسم كده وبيقول ان كل ده كان جزء من خطته. وفجاه بنشوف رمح بيتجه ناحيه الزومبي ديت وبيجي في نص دماغها، بتقع على الارض وبتموت. لكن لسه بقيه الزومبي اللي قدام جنجرين ما ماتوش. فبيقوم المعلم ده ماسك عود كبريت ومولعه وبيرميه بعد كده في كون كبير من القش اللي كان الزومبي واقفين عليه، وبينتهي الحال بالزومبي عاملين زي اللحمه المشويه. في الوقت اللي كان الزومبي عمالين بيتشووا فيه زي اللحمه المشويه، كان جنجران عمال بيتفرج عليهم من بعيد لحد ما جه الشخص ده اللي فضل يمدح في جنجران علشان بفضله الليله هياكلوا زومبي مشوي على الفحم. وبالفعل بعد نص ساعه كان جابوا شويه زومبي، قطعوهم سلقوهم وتبلوهم، عملوا منهم حساء الزومبي. وبعد كده بداوا ان هم يحطوا الحساء ده في اطباق صغيره. ولان الشيف ما كانش متاكد انهم هيعيشوا لو اكلوا الحساء ده، طلب من المساعد بتاعه انه يجيب له فرط جارب من المخزن بتاعهم. بالفعل المعلم ده بيروح يفتح باب المخزن برجله كده علشان يبان ان هو روش، وطلع ان المخزن بتاعهم مليان اطفال وشباب صغيرين. فضل يبص حواليه شمال ويمين في المكان لحد ما بتيجي عينيه على اخته بطلنا شياو شينج. بيروح يشدها من ايديها كده وبياخدها لحد المطبخ، وبعد كده بيجيبوا قطعه لحمه من حساء الزومبي وبيخلوها تاكلها غصب عنها. بعد كده الشيف بيفضل ماسك السكينه ديت في حاله لو البنت اتحولت لزومبي يخلص عليها، بس هي من حسن حظها بعد ما بتاكلها ما بيحصلهاش اي حاجه. فده خلى الشيف والمساعد بتاعه يفرحوا علشان كده لحمه الزومبي اللي هو طبخها هيقدروا ان هم ياكلوها من غير ما يتحولوا لزومبي. وعلى طول بتبدا بقى الوليمه بتاعتهم. الشيف بيبدا يصب لهم حساء الزومبي اللي كانوا عمالين بياكلوه بكل شراهه وفجوع. ده في الوقت اللي كانت شياو شينج قاعده على جنب فيه كده وعماله بتعيط، وكانت عماله بتتمنى لو كان اخوها موجود. وعلى ذكر سيره اخوها فبينتقل بينا المشهد بعد كده للمعلم المجنون اللي كان عمال بيشد الباص بايديه ومفكر نفسه سايتاما. بيقف فجاه وهو عمال بيشد الباص، وده لانه كان لاحظ حاجه غريبه. وقتها برضه كان مو خرج من الباص علشان يساله هو واقف ليه، بس شيونج ما بيلحقش يعرف مو بسبب انهم كان عندهم مشكله تانية، وهي ان في عدد كبير من الزومبي عمال بيجري وراهم. مو كان مصدوم وكان خايف من العدد الكبير جدا للزومبي ده، بس شيونج بيطمنه وبيطلب منه يدخل بسرعه جوه الباص. في الوقت ده كان الدكتور واتباع مو عمالين بيتفرجوا على الزومبي ومتاكدين ان هم خلاص هيموتوا دلوقتي ويتحولوا لزومبي. في الوقت ده كان شيونج ما كانش همه، بيستعد علشان يقاتل الزومبي وبيتجه كده لواحد منهم. لكن قبل ما بطلنا يضربه ويبدا يعجن في الزومبي اخد باله ان الزومبي ده تجاهله وعدى من جنبه. بيستغرب شويه كده من اللي الزومبي ده عمله، لكن الاغرب من كده ان مش الزومبي ده لوحده بس اللي ساب بطلنا ومشى، ده كل المجموعه اللي كانت موجوده من الزومبي عدوا من جنب بطلنا وما اهتموش بيهم. طبعا مو بعد ما شاف اللي حصل ده بينده على شيونج، بيقرب منه كده وبيساله بصوت واطي لو كان بيفهم لغه الزومبي وطلب منهم انهم يغادروا المكان. بس بيقطع كلامهم واحد من اتباع مو ابو شعر اصفر ده بيقول لهم يبصوا في الاتجاه ده بسرعه. فلما بيبصوا ناحيه الاتجاه اللي شاور لهم عليه بيلاقوا القريه اللي شفناها من شويه اللي كانوا عمالين بيعملوا حساء الزومبي. كان كل الزومبي شامين الريحه وشايفين النار وقرروا انهم يتجهوا ناحيه القريه دي. في الوقت ده الدكتور بينده على مو وبيساله لو كانت هي ديت القريه اللي كانوا متجهين لها، وبالفعل بياكد مو على كلام الدكتور. وبيعرف الدكتور ان القريه ديت كانت اول وجهه ليهم يبحثوا فيها عن اخته وحبيبه بطلنا شيونج. شيونج بيقطع تفكير مو اللي بينده
بينده عليه بيطلب منه انه يقعد في الباص ويمسك كويس جدا. فلما مو بيسال شيونج هيعمل ايه بيرد عليه شيونج كده بكل ثقه وبيقول له ان هو هيزود سرعه الباص القديم ده شويه. فبدون اي تفكير بيبداوا كلهم يلبسوا احزمه الامان وبيعرفوا شيونج ان هم مستعدين. ما بيكملوش الكلمه حتى وبيلاقوا فجاه نفسهم عمالين بيتسحبوا كده وكأن روحهم هتطلع من جسمهم، وده بسبب ان المعلم شيونج عمال بيجري بالباص ولا كأنه ماسك فرده كاوتش. الباص كان عمال بيتحرك وبيضرب في الارض بسرعه خياليه لدرجه انه كان عمال بيفرم الزومبي اللي كان في طريقه. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند مدخل القريه. المتخلفين دول كانوا ناس والباب مفتوح وهم عمالين بياكلوا جوه لحم الزومبي بكل شراهه، ودي ما كانتش المشكله الاكبر. المشكله الاكبر ان كان بدا اجزاء من جسمهم وجلدهم يتحول لزومبي ده من غير ما حد ياخد باله. وهم عمالين بياكلوا كده بيجي شخص من وراهم بينده عليهم. الشيف ما كانش واخد باله في البدايه من الشخص اللي عمال بينده عليهم ده لحد ما بيبص له كده وبيركز وبيفرح اول لما بيشوفه، واللي طلع ان هو الزعيم بتاعهم. بياخد طبق من حساء الزومبي وبيقدمه للزعيم بتاعهم، واللي طلع الزعيم بتاعهم هو لي تيانشي اللي قرر انه يربي شعره ويكون زعيم المجموعه ديت في نهايه العالم. المهم لي تيانشي كان بيعامل الطباخ بكل حقاره، لكن رغم كده كان الطباخ عمال بيتودد له وبيمدح فيه ده لحد ما لي تيانشي اخد باله من حاجه. الباب بتاع مدخل القريه المتخلفين كانوا عمالين بياكلوا حساء الزومبي وناس والباب مفتوح، فعلى طول بيمسك حساء الزومبي وبيخبطه في الشيف، وكعقاب للشيف بيأمروا لي تيانشي انه يروح يقفل الباب بسرعه. بس رغم كده كان لي تيانشي متوتر وخايف لانه اخد باله ان اعداد الزومبي كتيره جدا، لكن رغم كده الشيف كان متجه ناحيه الباب علشان يقفله. واول لما شاف العدد الكبير ده من الزومبي بيبص كده للي تيانشي بيقول له ان عددهم كبيره جدا وهو خايف، فبيطلع لي تيانشي القوس بتاعه وبيقول له يا اما تقفل الباب يا اما هموتك. الشيف بيخاف وبيقرر ان هو يحاول يقفل الباب بسرعه ولسه بيمد ايده الا وفجاه بيلاقي ان واحد من الزومبي مسكه. بدا الزومبي يشدوا فيه وفي الاخر سحبوه خرجوه بره البيت، وبدا الزومبي عمالين بيعضوا فيه ومحاوله انه يقفل الباب كانت فشلت، فبدا عدد كبير من الزومبي يدخل بسرعه جوه البيت. ده في الوقت اللي كان اتباع لي تيانشي عمالين بياكلوا فيه حساء الزومبي بيلاقوا نفسهم فجاه عمالين بيهربوا من الزومبي مع لي تيانشي. الزومبي كانوا عمالين بياكلوا كل الناس اللي في طريقهم لدرجه ان هم كانوا وصلوا للمخازن والمستودعات اللي كان فيهم الاطفال والشباب، منهم اخت بطلنا شياو شينج اللي كانت عماله بتعيط وبتنده على اخوها. ده في الوقت اللي كان شيونج عمال بيجري فيه باقصى سرعه علشان يلحق يوصل للقريه على امل ان هو يلاقي اخته وحبيبته هناك. وبالفعل بعد 5 دقايق من الجري المتواصل فجاه بيقف بالباص لانه بيكون وصل اخيرا للقريه. بيستعد بعد كده علشان يواجه كل الزومبي دول، بس اخد باله بعد كده ان هو محاوط من جميع الاتجاهات بالزومبي، فبيقرر يمسك السلسله اللي كانت مربوطه بالباص. بيستعد كده وبيبدا يفرم في الزومبي بالباص اللي كان ماسكه ولا كانه ماسك حته حديده، ومن كتر ما هو كان عمال بيلف الباص حواليه بسرعه عمل اعصار بصاوي وقدر ان هو يخلص على كل الزومبي اللي كانوا حواليه. ده في اثناء صدمه اتباع لي تيانشي اللي كانوا عمالين بيتفرجوا من بعيد ومش مصدقين المنظر اللي هم شايفينه. بعد كده بيقرب منهم شيونج ببطء وما كانوش عارفين يشوفوا وشه، فبيجي الشخص ده اللي من اتباع لي تيانشي بيسلط الضوء على وش بطلنا علشان يشوف مين الشخص ده. واول لما بيشوف وش بطلنا وبيبان ان هو زومبي بيوقع من ايده الكشاف وبيكون مرعوب جدا ان في زومبي بيتكلم. من كتر ما هو مرعوب بيقع على الارض وما بيكونش عارف يتحرك وبدا ان هو يزحف علشان يهرب. الكلام ده كان مضايق شيونج علشان الناس بدات تعتقد ان هو وحش، بس بيقطع تفكيره مو اللي بينده عليه وبيعرفه ان بسبب الاعصار اللي كان عمال بيعمله بالباص ده كانوا هيموتوا جوه وكانوا حاسين نفسهم في خلاط متحرك. في الوقت ده كان احد اتباع لي تيانشي في صخره وقعت على رجليه وخلته ما هوش عارف يتحرك. بيقرب شيونج منه في محاوله منه انه يساعده، بس الشخص ده فضل يطلب من شيونج انه يبعد عنه باعتقاد منه ان شيونج زومبي وهياكله وهيخلص عليه. الكلام ده كان جرح شيونج فقرر ان هو ما يساعدوش. بيتخطى الشخص ده وبيدخل بعد كده للمخزن، ولحسن حظه كانت اخته الصغيره لسه عايشه. شيونج بيبص لها كده وبعد كده بيمد ايده علشان يقول لها ان هو اخوها الكبير، بس ما بيكملش كلامه الا وفجاه بيلاقي اخته بتقول له ابعد عني يا وحش. شيونج هنا اخد الصدمه اتمسمر في مكانه ومش عارف يرد عليها يقول لها ايه. اخته الصغيره بتكون عماله تطلب من اي حد انه يساعدها بسرعه قبل ما الزومبي ده ياكلها. من كتر ما شيونج كان حزين ومش عارف يعمل ايه بيقع على الارض كده وهو زعلان، في حين ما كانت اخته عماله بتعيط بسبب انها خايفه منه. كان عمال بيقول لها انه مش عارف يعمل ايه، بيعرفها انه قطع المسافه دي وقتل كل الزومبي دول علشان يجي لها. بس دلوقتي ايه معنى الحياه بالنسبه له لما يكون اعز الناس ليه مفكرينه وحش؟ شياو شينج لما بتسمع الكلام ده بتستغرب شويه، بعد كده بتركز في بطننا بتلاقي ان الزومبي ده في حاجه غريبه شبه اخوها شيونج بالظبط. بتقرب وهي خايفه من شيونج، بعد كده بتحط ايدها عليه وهي بتساله لو كان هو اخوها الكبير. شيونج ما كانش مستوعب انها اتعرفت عليه الا لو فجاه بيلاقيها بتحضن فيه وعماله بتشكره ان هو جه علشان ينقذها، في حين ما كانت عماله بتحضن في بطننا وعماله بتعيط بتطلب منه انه ما يسيبهاش. بطننا ما بيعرفش يرد عليها فبياخدها بالحضن وبياكد لها انه هيفضل معاها طول ما هو عايش وهيحاول يحميها بقدر الامكان لحد ما يموت. بس مو بيجي قاطع اللحظه الجميله ديت وبيعرف شيونج ان ده مش الوقت المناسب للم الشمل، وده بسبب ان مو اخد باله من اتباع لي تيانشي اللي بسبب انهم اكلوا لحم الزومبي كانت بدات تبان عليهم اعراض التحول. وفجاه التابع بتاع مو بياخد باله من الشخص اللي كان مرمي على الارض وفي صخره فوق رجليه، كان عمال بينده عليهم بيطلب منهم المساعده وهو هيعمل لهم اي حاجه. فبيقرر شيونج يعطي اخته الصغيره المو يروح يساعد الشخص ده ويطلع منه معلومات بقدر الامكان. بيقرب شيونج منه
وبيساله بعد كده لو كان كويس، في محاوله منه ان هو بعد كده يحوش الصخره عن رجله. بس الشخص ده بدا يهمس بصوت واطي جدا وبيقول ان هو جعان وعايز ياكل لحمه. لما شيونج بيقرب منه كده بياخد باله ان الشخص ده بدا لعابه يسيل. الشخص ده بيتحول لزومبي مره واحده وبيكون هيهجم على شيونج، بس شيونج بيمسكه من دماغه وبيخبطه في الارض. بعد كده بيطلب من مون ان هو ياخد اخته الصغيره ويحاول يستخبى في مكان قريب لحد ما يخلص على كل الزومبي الموجودين في المكان. بالفعل بينفذ مو طلبه وبينده على كل اتباعه وبيبداوا ان هم يبحثوا على مكان يستخبوا فيه. في الوقت ده كان اتباع لي تيانشي خلصوا اتحولوا لزومبي. اما بالنسبه للزومبي اللي شيونج مسكه وهبده في الارض كان اخد باله ان هو لسه ما ماتش. دماغ الزومبي ده كانت اقوى من المعتاد، واللي فجاه بيروح علشان يهجم على شيونج، بس المره دي شيونج بيمسكه من دماغه وبيلفها 180 درجه بيكسرها له وبيرميه على الارض. بعد كده شيونج اخد باله من كميه الناس اللي اتحولوا للزومبي ده غير الزومبي اللي كانوا بيقربوا منهم اصلا، وبيقرر ان هو هيحاول يلحق مو علشان يحميهم ويحمي اخته الصغيره. بس في حين ما هو كان ماشي كده بيسمع صوت احد اتباع لي تيانشي اللي كان عمال بيطلب المساعده من اي حد، وكان عمال بيقول بصوت عالي ان هم المفروض ما يتحولوش لزومبي لان اخته بطلنا الصغيره كانت هي اول واحده تجرب لحم الزومبي وما حصلهاش حاجه. شيونج بيسمع الكلام ده فبيقف في مكان علشان يسمع كلام التبع بتاع لي تيانشي. كان عمال بيطلب من بطلنا المساعده بس بطلنا ما كانش معبره، وفي حين ما الشخص ده كان عمال بيطلب المساعده من بطلنا بيتحول خلاص لزومبي كامل، وده اللي كان بطلنا مستنيه. بيلف بعد كده في اتجاه الزومبي ده اللي كان اصلا رايح يهجم على شيونج، بس شيونج بيقوم مديله بالبوكس في وشه. بعد كده بيمسكه من دراعه وبيكسر له ايده. حين ما كان عمال شيونج بيصرخ وبيعرفهم ان هو هينتقم لاخته الصغيره وكل اللي عملوه فيها. بينتهي بينا المشهد بعد كده في احد بيوت القريه اللي كان الزومبي بيهجموا عليها، واللي كان اتباع مو لحقوا ان هم يقفلوا الباب قبل لما الزومبي يهجموا عليهم. بيقول لهم مو بعد كده ان كل اللي عليهم يعملوه انهم يستنوا لحد ما شيونج يجي لهم او لحد ما الزومبي كلهم ياكلوا في بعض ويغادروا في صباح اليوم الثاني. في الوقت ده مو بيسمع صوت شخص بينده عليه، وفجاه الشخص ده بيجري بسرعه وبيعدي من جنب الدكتور. بيمسك مو من كتفه وبعد كده بيديله بالقلم بيخبطه في الجدار جنب اتباعه، والشخص ده طلع في النهايه يبقى والد مو ودي تبقى امه. والد مو كان عمال بيقول ان هو جاب لهم العار ده، غير كمان ان هو هيكون السبب في موتهم كلهم لان ابنهم الفاشل ده هو سبب هجوم الزومبي عليهم دلوقتي وهيكون السبب في موتهم كلهم. مو بيسمع الكلام ده بيبتسم بيبص لابوه كده وبيقول له هو انت لسه بتعتبرني ابنك؟ المهم في الوقت ده في اكبر بيت في القريه كان في شخص ماسك سهم وعمال بيضرب في الزومبي من بعيد، واخد باله من شيونج اللي كان عمال بيخلص على الزومبي. والشخص اللي ماسك السهم ده طبعا طلع لتيانشي اللي فجاه بيسمع صوت تشينج لي وهي عماله بتقول له انها عارفه ان اليوم ده كان هيجي. فبيلف وشه كده وبيسالها هي تقصد ايه. بتقوم معرفاه ان على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها كان عمال بياكل في لحم الزومبي، ومن سخريه القدر ان دلوقتي حان دور الزومبي انهم هم اللي ياكلوه. الكلام ده كان عصبه فبيرمي القوس كده من ايديه، وبعد كده بيروح يمسك تشينج لي من رقبتها وبيفضل يخنق فيها وهو عمال بيسالها هي ليه دايما بتقف ضده، ليه دايما بتحاول تغيظه. وبعد كده بيسالها لو كانت عايزاه يقطع لها رجلها التانيه، وطلع ان المعلم ده كان قطع لها رجلها الاولى. بيرميها بعد كده على السرير، بس حس بالندم شويه لما شافها وهي عماله بتكح فبيقرب منها كده وبيحاول يعتذر لها. بيقول لها ان هو ما بيحبش يعملها بالاسلوب ده، ما بيحبش يغضب عليها اساسا لانه بيحبها، وبيطلب منها بعد كده انها ما تعصبوش ما تحاولش تستفزه، وهو هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يضمن انها تعيش معاه في العالم ده. بيحاول بعد كده يلمسها فبتقوم عض صباعه باقصى قوتها، وفي اثناء ما المعلم ده كان منشغل بصباعه اللي عمال بيطلع دم بتنط تشينج لي كده ناحيه السهم اللي كان مرمي على الارض وبتمسكه. بتمسك السهم كده وبتوجهه ناحيتها وبتقول له انها بتفضل انها تموت ولا انه يقرب منها لانها عمرها ما حبته وخلاص هتضغط على الزناد وتموت نفسها. في حين ما كان لي تيانشي مصدوم من اللي بنت العبيطه دي هتعمله بيلحقها بسرعه بياخد القوس منها، لكنه بالغلط بيرمي السهم اللي كانت هي مجهزاه علشان تموت نفسها واللي بيخرج من الشباك. المهم المعلم ده بيقف مصدوم كده قدامها وبيسالها ليه كل ده. بتفضل انها تموت على انها تتجوزه بعد كل اللي عمله لها، بعد كل محاولاته في اسعادها واثاره اهتمامها. بتاكد على كلامه وبتقول له ان للاسف دلوقتي مش هتقدر تعمل كده بسبب ان السهم اللي كان في القوس ضربه بالغلط. وهنا لي تيانشي كان اخد باله ان فعلا ضرب السهم بالغلط. بيبص كده ناحيه الشباك وبيتجه بسرعه ناحيته علشان يشوف السهم ده وقع فين. بيطلع ان السهم ضربه بالغلط على شيونج، ولكن شيونج طبعا قدر يمسك السهم ده وكمان عرف مكان لتيانشي. اما بالنسبه لتيانشي فكان استوعب ان ده شيونج وما كانش فاهم ازاي شيونج لسه على قيد الحياه. المهم يعني شيونج فضل يبص لتيانشي كده وكانه بيقول له انا جاي علشان اموتك. نظرات شيونج خلت لتيانشي مرعوب جدا فبيتجه بسرعه ناحيه تشينج لي بيشتلها كده بسرعه وبيحاول ان هو يهرب من المكان معاها، وهو عمال بيقول في نفسه ازاي الحساله شيونج ده لسه عايش لانه شافه بعينيه والزومبي عمالين بياكلوا فيه. المهم لتيانشي بيحاول يهرب بسرعه من القريه بس اخد باله وقتها ان شيونج بيتجه ناحيته بسرعه خارقه. بس في الوقت اللي لتيانشي كان عمال مركز فيه مع شيونج كان في زومبي بيحاول يهجم عليه هو وتشينج لي من ورا، بس شيونج بيجي فجاه كده مره واحده وبيدي الزومبي ده بالرجل في وشه، ومن كتر ما لتيانشي كان خايف بيقع على الارض هو وتشينج لي اللي كان شايلها. المهم في الوقت ده بينتهي بينا المشهد عند مو اللي كان نزل ضربه عجن في ابوه عيل عاق بقى هنعمل ايه. ده في حين ما كانت امه عماله بتتفرج عليه وبتترجى انه يسيب ابوه في حاله. بتمسك ايد مو كده وبتقول له ان مهما كان اللي ابوه عمله فلسه هو ابوه. فبيتعصب منها مو بيصرخ بقى على صوت كده وبيقول لها ان هو مش ابوه. بيمسك السكينه وهو بيقول لها ان الحاجه الوحيده
الوحيده اللي خلته لسه على قيد الحياه لحد دلوقتي تفكيره في الانتقام من ابوه، وبيكون لسه رايح يخلص على ابوه بالسكينه اللي معاه، الا وفجاه الباب اللي وراه بيتكسر وبيتحطم لاشلاء. بيبص بسرعه مو ناحيه الباب وهو مرعوب لانه كان معتقد ان الزومبي هم اللي كسروا الباب، لكن من حسن حظه كان شيونج هو اللي كسر الباب ده. بيطمن مو شويه كده وبيطلب بعد كده من شيونج ما يدخلش الدخلات الدراميه ديت بعد كده، علشان الدخول ده ممكن في يوم من الايام يسبب سكته قلبيه. بيرجع بينا المشهد بعد كده عند لي تيانشي وتشينج لي اللي كانوا مرميين على الارض وفاقدين الوعي تقريبا. وقتها كانت تشينج لي عماله بتحلم بكابوس في الوقت اللي كان شيونج مرمي على الارض وابوه وامه الزومبي عمالين بياكلوا فيه. كانت من بعيد عماله بتعيط ومش عارفه تعمل ايه هي واخته شيونج. في الوقت ده لي تيانشي بيطلب من احد اتباعه انه يكسر الازاز بسرعه علشان يهربوا من المكان قبل ما الزومبي يحاصرهم كلهم ويموتوا. بينفذ التبع ده كلام لي تيانشي وبيكسر الازاز. بعد كده بيحاول لي تيانشي ياخد تشينج لي ويهربوا من المكان، بس شياو شينج الصغيره ما كانتش عايزه تهرب من المكان وتسيب اخوها الكبير ابوه وامه عمالين بياكلوه، فعلشان كده بتحاول تجري ناحيه شيونج على امل منها انها تعمل اي حاجه. بس وقتها كان لاحظها احد الزومبي اللي بيتجه ناحيتها علشان يخلص عليها وياكلها، وخلاص الزومبي كان قريب جدا وهيخلص عليها، لكن تشينج لي بتجري بسرعه ناحيتها وبتظهر فجاه قدام الزومبي. بتاخد شياو شينج كده في حضنها وبيقعوا الاتنين على الارض، بس للاسف الزومبي كان عض رجل تشينج لي. وقتها احد اتباع لتيانشي بيقول له انهم لازم يخلصوا بسرعه على تشينج لي او يسيبوها ويمشوا لانها خلاص هتتحول لزومبي. بس لي تيانشي بيتعصب مش قادر يتقبل فكره ان البت اللي كان بيحاول يخليها تحبه انها تموت، فبياخد الفاس كده من التابع بتاعه. بيخلصوا اول حاجه على الزومبي. بعد كده لي تيانشي بيستعد وبيقول ان السبيل الوحيد ان تشينج لي تعيش انهم يقطعوا الجزء ده قبل ما ينتشر السم كله في جسم تشينج لي وتتحول لزومبي. وبالفعل بيمسك الفاس كده وبينزل يقطع رجليها. ده في الوقت اللي كانت عماله بتتمنى فيه انها لو ماتت مع شيونج. بنرجع بعد كده للحاضر. كانت تشينج لي استعادت وعيها واخدت بالها من شيونج. ما كانتش متاكده ان هو شيونج بس كانت عماله بتنده عليه. وقتها شيونج كان اخد باله من حاجه، كان في زومبي بيهجم على تشينج لي من وراها، فبينطلق بسرعه كده ناحيه الزومبي. بيبعدوا عن تشينج لي وبياخد هو الضربه ديت مكانها في كتفه. بعد كده بيجي مو وبيخلص على الزومبي ده. المهم شيونج بيقرب بعد كده من تشينج لي اللي كانت عماله بتساله لو كان هو فعلا شيونج، فبياكد لها ان هو شيونج. ومن كتر ما هي كانت مصدومه وفرحانه كانت بدات تعيط. المهم في الوقت ده كان برضه لي تيانشي استعاد وعيه. كان متعصب جدا لما شاف ان تشينج لي في حضن شيونج. ايديه بتقرب من القوس ببطء وبيضرب بعد كده السهم ده ناحيه شيونج. وكالعاده شيونج قدر يمسك السهم بالحاسه العنكبوتيه بتاعته، في حين ما كان لي تيانشي مصدوم ما بيسيبوش شيونج يتصدم. بيمسك السهم كده وبيرميه ناحيه لي تيانشي، بيلزق في كتفه وبيطيره بعيد ناحيه الجدار. بيلزق لي تيانشي في الجدار. من حسن حظ لي تيانشي ان السهم ما كانش جاب في رقبته وموته. المهم بيستمر بعد كده لي تيانشي باعلى صوته في سب وشتم شيونج، بس بيقطع كلامه شياو شينج الصغيره اللي كانت جايه تطمن على شيونج، واللي كان شيونج مستغرب انها ما تحولتش لزومبي. فبيسالها لو كانت اكلت اللحم اللي اتباع لي تيانشي قدمه لها، بس هي بتطمنه وبتاكد له ان هي ما اكلتش اي نوع من انواع اللحم، وانما اول ما اتباع لي تيانشي اكلوها اللحمه غصب عنها بصقت اللحمه من غير ما حد ياخد باله. وقتها تشينج لي بتنهار من العياط لان لي تيانشي كان وعدها انه مش هيأذي شياو شينج، بل ورغم كده اتباعه اجبروها انها تاكل لحم الزومبي غصب عنها. لي تيانشي هنا بيبتسم ابتسامه خبيثه، وبعد كده بيقول لهم وهو عمال بيدمع وايديه على عينه ليه وقع في حب واحده متخلفه زيها مش عايز انها تنجو في نهايه العالم رغم كل الحاجات اللي هو عملها علشانها. بس هنا بيجي مو بيقطع لي تيانشي، بيشد السهم اللي كان في كتفه وبيقول لي تيانشي ان هو بعد كل الحاجات اللي عملها عامل دلوقتي دور الضحيه. بيمسك السهم كده وبيقرر انه يخلص على لي تيانشي قبل ما يقول لنا على الفلاش باك الحزين بتاعه والكلام الفاضي ده. لكن من حسن حظ لي تيانشي ان جانجران اخد الضربه ديت مكانه. في الوقت اللي كان لي تيانشي مستغرب فيه كان جانجران عمال بيطلب من تيانشي انه يهرب بسرعه لما يحاول يعطل مو. وفي الوقت ده بتكون اتباع لي تيانشي واهل القريه بداوا يتجمعوا في المكان، كانوا عمالين بيطلبوا من مو ان هو يرحم جانجران، بس مو ما بيهتمش بكلامهم وبيحاول بقدر الامكان انه يضغط على السهم بكل قوته علشان يدخل السهم في رقبه جانجران. وقتها جانجران كان عمال بيطلب المساعده من المتخلفين اللي عمالين بيتفرجوا من غير ما يعملوا اي حاجه. والد مو كانت حالته صعبه جدا بسبب ان مو كان نازل فيه ضرب وعجن، لكنه رغم كده بياخد شوكه الزراعه من الشخص اللي كان جنبه، وبعد كده بينطلق علشان يساعد جانجران ويخلص على مو. بس وقتها بيتدخل شيونج وبيمنعه، واول لما بيشوفوا ابو مو بيتجاز بيترعب بيقع على الارض كده وبيعملها على نفسه حرفيا. ده اللي كان خلى مو يسخسخ على نفسه من الضحك وبدا يتنمر ويتريق على ابوه قدام كل الموجودين. بس في اللحظه ديت كانت فرصه جانجران انه ياخد السهم من مو ويحاول ان هو يهجم على مو. وقتها مو بيفضل يتريق عليه وبيقول له ان دي حركه متوقعه وبيقوم ضربه بالرجل في بطنه. بيقع جانجران على الارض وبيرجع مو ياخد السهم مره تانية، لكن وقتها جانجران بيبتسم وبيعرف مو ان هو لو كان هيموت فمش هيموت لوحده. وقتها مو اخد باله ان جانجران ثبت صباع ديناميك على ايده. بيتصدم كده ومن كتر ما هو متعصب بيمسك السهم وبيرزعه في نص دماغ جانجران. لي تيانشي بيتعصب بيفقد صوابه وبيصرخ باعلى صوته، وفجاه بينفجر صباع الديناميت في ايد مو. فاثناء صدمه كل الموجودين كان مو واقع على الارض وعمال بيعيط من الالم، ومن كتر ما هو متعصب بيمسك كده الحديده اللي جنبه وبينزل هرس وعجن في جثه جانجران. بس طبعا شيونج بيروح يمنعه علشان الضرب في الميت حرام، ولما مو ما بيعرفش يضرب جانجران بيقرر انه يضرب شيونج. بس بعد كده شيونج بيطلب من الدكتور ان هو يجي يتفحص ايد مو، ولما
فبيدقق فيها كده الدكتور بيلاقي ان هي كويسه، يا دوب بس الجلد مشوه، لكن من حسن حظ مو ان مفيش اي كسر في عظمه. بس ده ما كانش الوقت المناسب للكلام، الناس اللي ماتوا من اهل القريه اتحولوا لزومبي، ده غير كمان الزومبي اللي جايين من اماكن بعيده. فبيروح شيونج يشتل شياو شينج وتشينج لي، وبعد كده بيدخلوا كلهم في احد مخازن القريه اللي كانت مليانه بالديناميت وبالاسلحه، وبيطلب من شيونج هناك من كل الرجاله انهم يقلعوا. لما بيسالوا شيونج هم بيقلعوا ليه، كان شيونج جايب معاه زومبي من بره بيجرح الزومبي ده، بعد كده بيجيب شويه من دمه وبيبدا يغطي وشوشهم بدم الزومبي. بعد كده بيعرفهم شيونج انهم علشان ينجوا ويقدروا يعيشوا هيستخدموا الديناميت والالعاب الناريه على الزومبي. بعد كده شيونج بيروح يربط لي تيانشي وبيعطيه مو، بيعرف مو ان هم هيحاولوا يلهوا الزومبي بقدر الامكان، وساعتها ديت هتكون الفرصه لمو والبقيه الموجودين انهم يهربوا ويتجهوا كلهم ناحيه الباص اللي كانوا جايين فيه، وهو هيحاول يرجع لهم بعد كده علشان يسد الباص. شيونج بيودع بعد كده لتشينج لي وشياو شينج وبيستعد مع الثلاثه العريانين دول، بيمسكوا المفرقعات بتاعتهم وبيتجهوا للزومبي. في حين ما هم كانوا عمالين بيقربوا كده من الزومبي، واحد من الاشخاص دول بيسال شيونج لو كان الزومبي مش هيلاحظوهم ويعضوهم، فبيأكد له شيونج على كلامه وبيقول له طول ما انت بعيد على الاقل 2 متر من الزومبي فما فيش حد فيهم هيقدر يلاحظك وهيعتبروكم واحد منهم. وده اللي كان جننهم، كانوا مرعوبين لانهم خايفين من فكره ان في زومبي يقرب منهم ويعضهم. بيتضايق منهم شيونج كده وبيقول لهم ان هم ما عندهمش اي خيار تاني، وبعد كده بيولع كل الديناميت اللي معاه وبيرميهم ناحيه الزومبي، بيفجر المكان من حواليه، وبيطلب من الثلاثه دول ان هم يتبعوه بسرعه. بس واحد منهم كان خايف لدرجه ان هو ما قدرش يتحرك، فبيمسكوا كده شيونج وبيقول له انت لو ما اتحركتش هتموت، يا تختار ان الزومبي يعضك يا تختار انك انت تهرب بحياتك. اقتنع بكلام شيونج، انا عن نفسي اقتنعت، من كتر ما هو مقتنع بكلام شيونج بقى بيجري اسرع منهم كلهم لدرجه ان هو تخطى شيونج في السرعه، ده في حين ما كان عمال بيعيط وبيلعنهم كلهم. المهم في اثناء الانفجارات اللي عماله بتحصل في المكان، كان مو بيفتح الباب بتاع المخزن اللي هم كانوا فيه ببطء كده علشان يتاكد ان لو لسه في زومبي في المكان، ولما بيبص كده ما بيلاقيش زومبي، بيلاقي ان من حسن الحظ الباص موجود قدامهم ومفيش زومبي حواليهم، فبيطلب من كل الموجودين بسرعه انهم يتجهوا للباص، وبيبداوا كلهم يركبوا في الباص. حتى لي تيانشي بيكون لسه رايح يركب الباص، بس مو بيبص له كده وبيمسكه من شعره، بيقول له اين اشيائي. لي تيانشي ما بيردش عليه وما بيكونش عارف ايه اشياءه دي اصلا. وبينتقل بينا المشهد بعد كده في مخزن تاني من مخازن القريه، ان الثلاثه القلعين مع شيونج حبسوا نفسهم جوه المخزن ده، واللي كان مليان العاب ناريه متفجرات وتي ان تي في كل مكان. حينما كانوا فرحانين بالالعاب الناريه والتي ان تي والديناميت، فجاه الزومبي الشرطي بيدخل عليهم كده، ومن كتر ما التخين ده كان مرعوب بيمسك صباع ديناميت وبيرميه في وش الزومبي الشرطي، بيفجر المكان كله. والانفجار ده عمل دخان وصوت كبير في المكان، ادى لان الزومبي كلهم بيجتمعوا حوالين المخزن، والزومبي الشرطي ما كانش مات، فبيروح يهجم مره تانية على واحد من القلعين دول. بس وقتها شيونج بيتدخل، بيمسكه من شعره بيهبده في الارض يمين وشمال. بعد كده بيبص ناحيه الزومبي دول وبيرمي الشرطي الزومبي عليهم كلهم، ولا تقولش كده ضربه بلياردو. كل القلعين بيتصدموا وكانوا مبهورين من الحركه بتاعت شيونج. ده ما كانش الوقت المناسب علشان ينبهروا، لانهم كانوا بداوا يجمعوا اكبر عدد ممكن من التي ان تي والديناميت. شيونج لما بيبص كده على المكان بيلاقي ان المكان كله لسه مليان زومبي، ما كانش عنده الوقت ان هو يموت الزومبي دول واحد ورا التاني، فبيطلب من الواحد القلعين يديله الالعاب الناريه العملاقه اللي معاه. بيمسكها كده شيونج وبعد كده بيتجه ناحيه كل الزومبي بيولعها، وبعد كده بيفجرهم كلهم. المنظر كان مخيف جدا، لكن من وجهه نظر مختلفه اللي كانوا قاعدين جوه الباص كانوا شايفين الالعاب الناريه الجميله جدا دي. المهم في الوقت ده كان بدا ينقشع الغبار والدخان من المكان. واحد من اهل القريه كان اخد باله ان الزومبي بيتجهوا ناحيتهم ناحيه الباص، بس فجاه بيظهر حبلين من بين الدخان بيتربطوا حوالين الزومبي دول، واللي بيطلع ان هو شيونج يعني كالعاده كان ربط حبلين بالزومبي، وبعد كده بيولع فيهم الالعاب الناريه دي، فبتتجه ناحيه دماغهم كده وبتفجرها وبيقعوا على الارض. وفي النهايه بيكون وصل شيونج هو والقلعين للمكان. في الوقت اللي كان شياو شينج وتشينج لي فرحانين فيه، كان شيونج عمال بيسمع صوت مو من بعيد، كان بينده عليه من احد شباك المباني بتاعه القريه، واللي كان عمال بيطلب من شيونج انه يمسكه لانه هينط دلوقتي من الشباك. بينط مو من الشباك وبالفعل بيكون شيونج رايح يمسكه، بس مو الغبي نسى ان هو ماسك لتيانشي وربطه بالحبل، فبالغلط بيسحب معاه لتيانشي والاتنين بيقعوا وبيخبطوا في راس بعض. وبسبب الحركه الغبيه ديت بيقرر شيونج ان هو ما يمسكش مو المتخلف. المهم بعد كده شيونج بيروح يطمن على حبيبته تشينج لي وشياو شينج الصغيره. وبعد شويه كان مو اخد باله ان الدنيا بدات تمطر من حواليهم، المطر بقى بينزل حوالين الزومبي اللي كانوا عمالين بيولعوا، وده اللي خلى اهالي القريه يعتقدوا ان ريحتهم عامله شبه اللحمه المشويه. حتى الدكتور كان واحد منهم، لحد ما شيونج بينادي عليه وبيقول له يركب بسرعه الباص علشان يتحركوا. بس بعد كده كان اخد باله ان اهل القريه بداوا يتجننوا بسبب ان هم شموا ريحه الشواء بتاع لحم الزومبي، بداوا يتجننوا وبيجروا بسرعه كلهم علشان ياكلوا الزومبي اللي كان مرمي على الارض. وقتها الدكتور بيعرف شيونج انه شاف الحاله ديت قبل كده في بدايه انتشار الفيروس بتاع الزومبي، كان شغال في احدى المستشفيات الحكوميه، وفي حين ما هو كان محبوس جوه المستشفى ومش عارف يتحرك من الزومبي اللي كانوا بره المستشفى، كان جعان جدا، ومن حسن حظه ان هو كان معاه لوح شوكولاته صغير، بيكون لسه رايح ياكل اللوح ده الا وفجاه بيجي شخص بيشده من ايديه، والشخص ده كان زعيم عصابه سابقا، بياخد لوح الشوكولاته ده وبيروح يديه لمراته، لان مراته دي كانت حامل وهو كان بيحبها وبيحاول يساعدها بقدر الامكان. المهم من كتر ما كان الشخص ده عمال بيقدم اي اكل بيجي في طريقه لمراته، كان وصل لمستويات مرعبه جدا من فقدان الوزن، وكان اللي يركز في وشه يحس اصلا ان هو زومبي. وقتها مراته كانت بدات تعيط عليه بسبب الحاله اللي هو وصل لها، وبتطلب بعد كده من الدكاتره ان هم يساعدوا زوجها باي
طريقه. فبيرد عليها واحد من الدكاتره وبيقولوا لها ان كده كده كلهم هيموتوا، فكون ان هم يساعدوا شخص ده بس هيقلل مواردهم. بتبدا الست دي تعيط لانها ما كانتش عارفه تعمل ايه، فبيحاول جوزها ان يواسيها وبيعرفها ان كده كده كلهم هيموتوا. فبدات تساله بعد كده ايه اللي هيحصل لطفلهم اللي هي حامل فيه. ما بيردش عليها الراجل ده ودخل في حاله من الهلوسه، بدا يتخيل اكل مشوي وبيسالها لو كانت طبخت له اللحمه اللي بيحبها. الدكتور كان مستغرب ومراته بتقول له ان هي ما عملتش اي حاجه. وفجاه الراجل ده بينزل على الارض وبيفضل يشمشم في المكان لحد ما بياخد باله ان في ريحه لحم مشوي جاي من ورا الباب ده. فعلى طول بدون اي تفكير بيروح يفتح الباب بسرعه علشان ياكل اللحمه اللي عمال شامم ريحتها دي. محدش من الاطباء بيساعده وكانوا كلهم خايفين يعدوا الباب ده ما عدا مراته الوحيده اللي بتروح وراه. فبيجي الدكتور كده يتسلل علشان يشوف ايه اللي بيحصل، بيلاقي ان صاحب العصابه كان عمال بياكل في احد الزومبي اللي مرمين على الارض، ومراته كانت واقفه وراه مصدومه من المنظر اللي هي شايفاه. لحد ما فجاه بيبطل زعيم العصابه ياكل في الزومبي وبيتجه نظره ناحيه مراته، بينقض عليها وبيبدا ياكل فيها بكل وحشيه. كل ده حصل قدام الدكتور. اكتشف من الاخر ان مش شرط العدوى الفيروسيه بتاعت الزومبي تنتقل عن طريق الاكل، ده كمان ممكن تنتقل عن طريق الريحه بسبب الغاز والدخان اللي بينتج عن حرق الزومبي. بدا بينتج نفس نوع السم بس اخف شويه، بيخلي البشر متعطشين لاكل لحم الزومبي، وفي النهايه بينتهي بيهم الحال زي ما شيونج شاف قبل كده. المهم بنرجع لوالد مو اللي كان عمال بياكل في لحم الزومبي بكل شراهه. مراته كانت بتحاول انها تمنعه، كانت بتحاول انها تساعده، بس مو بيمسكها وبيقول لها ان فات الاوان. بتبص لابنها مو كده وبتطلب منه انه يساعدها، بس مو ما كانش مهتم، ما بيردش عليها. بتفضل تترجاه وتقول له يا ابني ده كان في يوم من الايام الشخص اللي رباك من لما كنت عيل صغير. بس رغم كده مو ما بيعبرهاش، ما بيوافقش على كلامها وبيقول لها انت فاكره ايه اللي حصل من 15 سنه. امه بتفضل تتوسل له، بتقول له انها كانت بلا حول ولا قوه وما كانش في ايديها اي حاجه، ما كانتش عارفه تعمل ايه، بس رغم كده بتتمنى ان هو ينقذ ابوه. في الوقت ده كان احد سكان القريه بيحاول يقنع والد مو انه بطل اكل لحمه زومبي والا هيتحول لزومبي، بس مو بيمسك قطعه حديده وبيغرزها في دماغ الراجل ده. بيعرف بعد كده الشخص ده ان ابوه كده كده كان هيتحول لزومبي وما كانش هيعيش. فضل مو شويه كده عمال بيبص لابوه بكل حزن وبعد كده بيبتسم، وده لان ابوه كان اتحول هو التاني لزومبي. فبيخلص مو عليه. المهم علشان نعرف ليه مو بيكره ابوه فاحنا مضطرين نرجع بالزمن ل 15 سنه لما كان لسه عيل صغير. لما كان مو عيل صغير ابوه لبسه هدوم بنت وكان هو اساسا مربي شعره، وكل ده علشان يجيب زعيم عصابه بيحب الاطفال الصغيرين، في مقابل ان زعيم العصابه ده هيعطي والد مو نوع من انواع المخدرات. بالفعل بيجي واحد من الحرس بتوع زعيم العصابه دول وبيرمي المخدرات على الارض اللي كان والد مو ما صدق ان هو شافها اساسا. المهم زعيم العصابه بيقرب من مو وبيبدا يلمس فيه، بس مو بيقوم عضه فزعيم العصابه بيضربه بالكف في وشه. بس رغم كده زعيم العصابه ما كانش متضايق لانه بيدوفيلي بيبدا يحسس على رجلين مو في حين ما كان مو اصلا ميت من الرعب، وتعبيرات وش زعيم العصابه ديت كان كلها انحراف لحد ما زعيم العصابه بيفهم ان مو ولد اصلا، فعلشان كده بيتعصب من والد مو وبيروح يدوس على وشه كده وهو متعصب. بيقول له انت بتنصب عليا، جايب لي ولد جميل جدا وملبسه بنت. وقتها بيرد عليه والد مو وبيقول له ايه الفرق بنت ولد، ما انت ما فيش فرق يعني من وجهه نظر والد مو. زعيم العصابه بيتعصب منه وبيقوم راميه كده بعيد. بيبص بعد كده على المخدرات وبيقول ان هو خساره المخدرات في العيله المتخلفه دي. بيمسك السكينه دي بعد كده وبيكون رايح علشان يخلص على والده مو، فبيجي والد مو بياخد السكينه منه وبيقول لزعيم العصابه وهو عمال بيبتسم ابتسامه عبيطه جدا ان لو كان زعيم العصابه متضايق ان مو ولد فهو ما عندوش اي مشكله جدا وهيخلي مو بنت. زعيم العصابه ما بيفهمش الراجل المجنون ده قصده ايه، فبيبص والد مو لابنه كده وبيقول له بص مش انت متضايق ان هو ولد، انا هخليه لك بنت بسيطه جدا. مو بيسمع الكلام ده بينهار من العياط، بيفضل يترجى والده ان هو ما يعملش فيه كده، بس ابوه ما بيهتمش، بيرفع التنوره بتاعته كده وبيبدا ان هو يقطع في مو وبس. بينتقل بينا المشهد بعد كده للحاضر. في الوقت اللي كان والد مو اتحول لزومبي ومتجه لمو علشان ياكله، بيلحقوا شيونج بالرمح اللي كان معاه، بيمسك الرمح كده وبيخبطه في قلب الزومبي والد مو. فاثناء ما كان كل اهل القريه مصدومين من اللي حصل.